السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايين مع بعض كده نعمل بيتزاية حلوة قوي بعجينة سهلة وبسيطة خالص، حاجة كده احلى من بتاعة المحلات كمان. اول حاجة كده هنقول بسم الله، وهنجيب معانا كوباية ونص من المية الدافية زي ما انت شايفة كده، وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة البودر اهو، ومعلقة من السكر. طبعا انا عشان واثقه في الخميره بتاعتي، فانا هشتغل على طول، هحط كل المكونات فوق بعضها على طول. هنزل عليها بقى ببضايه، وهنزل عليها كده بربع كوبايه من الزيت. ومعانا بقى هنا البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من الزعتر، وكمان معلقه صغيره من الملح. وبعد كده ببدأ كده اقلب كل المكونات كده مع بعضها زي ما انت شايفه، لحد ما البضايه كده كله يدوب في بعضه. بعد كده هنزل عليهم بمعدل 500 جرام من الدقيق، نص كيلو كده من الدقيق، بتكوني نخلاه كويس جدا وبتنزلي عليهم كده اهو زي ما انت شايفه. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى طبعا انا بنزل بكميه الدقيق واحده واحده كده. طبعا هنا انا وانا بعجنها، العجينه معايا حسيت انها لسه طريه، فانا حطيت بمعدل 100 جرام كمان من الدقيق. يعني انا كده يبقى كده الكوبايه ونص اخدوا مني 600 جرام من الدقيق. انا طبعا هنا بوريكي علشان لو العجينه حطيتي ال 500 جرام والعجينه لقيتيها لسه طريه ومحتاجه دقيق، فممكن تحطي. انا حطيت 50 جرام في 50 جرام، فطبعا عملوا معايا ال 100 جرام، فهنا اصبح ان انا حطيت 600 جرام دقيق. طبعا عجنتها كويس جدا زي ما انت شايفه كده لحد ما لمت معايا. وطبعا جبت البوله بتاعتي كده، دهنتها شويه من الزيت، وحطيت على وش العجينه كمان شويه من الزيت. وهبدا بقى اسيبها كده لحد ما تخمر معايا خالص اهو زي ما انت شايفه كده. بسيبها بقى بمعدل مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع. طبعا هي ما بتاخدش وقت في الخمر قوي، لان طبعا احنا في الحر، فهي ما بتقعدش فتره طويله. شوفي هنا بقى كانت، بصي يعني طلعت بره كمان البولة من كتر ما هي خمرت، طلعت بره البولة كمان. طبعا هنا انا خلاص كنت كده بطلع الهواء منها وكنت بلمها كده اهو زي ما انت شايفة اهو. هبدأ بقى اقطعها كده لثلاث كور كده، لاني انا هعمل 3 صواني يا جماعة. ال 600 جرام دقيق عملوا معايا 3 صواني. طبعا انا هعمل معاكم بس صينية واحدة، والباقي انا بعمله عشان الفيديو ما يطولش معايا. زي ما انت شايفه كده. انا طبعا والثلاث صواني عايزه اقولك ان هما مش قد بعض، يعني مثلا صينيه 30 وصينيه 28 وصينيه 24. دول اخدوا دول العجين بتاعي. هنا بقى زي ما انت شايفه كده انا كنت بكورهم بقى كده، وهبدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي. هنا بقى هشوح كده اللحمه زي ما انت شايفه كده. هعصج اللحمه الاول، بس قبل ما هعصج اللحمة انا في هنا بصلاية كده كنت قطعتها كده طرنشات، وهاخدها تشويحة كده بسيطة خالص، علشان انا عايزة احطها مع البيتزا. عايزة اقولك ان البصل المتكرمل ده مع البيتزا بيبقى طعمه حلو قوي. جربي كده التكة دي هتعجبك جدا جدا مع البيتزا. طبعا انا بحط عليها كده نص معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر كده، وبحاول اكرملها كده لحد ما تدبل معايا خالص. وبعد كده خلاص كده جهزت معايا. انا كده خلاص بحطها في الطبق وبركنها على جنب. طبعا في نفس الطاسة كده هاخد اللحمة كده اللي انا هتبل هشوحها. هاخدها كده في الطاسة بتاعتي كده مع شوية من الزيت، وهبدأ كده اعصقها. طبعا انا عايزة اقولك ان اللحمة دي انا ببقى حطاها في الفريزر. طبعا ببقى ضاربة معاها، فرمة معاها بصل، وفرمة معاها فلفل اخضر وطماطم، وحاطة البهارات بتاعتها كلها. فانا طبعا هنا مش هحط لها اي حاجة خالص، انا بس هاخدها تشويحة كده بس على النار، ويبقى كده تمام. زي ما انت شايفة كده انا بس بحط لها شوية زيت وخلاص كده. كده خلاص اللحمة معايا خلصت. بعد كده بقى بجيب الصينية بتاعتي اهو زي ما انت شايفة كده. الصينية دي مقاس 30 يا جماعة. طبعا انا بجيبها وبدهنها زيت، وباخد القطعة بقى. طبعا دي كانت اكبر قطعة انا قطعتها، هفردها كده في الصينية زي ما انت شايفة كده
طبعا فضلا وليس امرا يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم وتكونوا كمان بتستفادوا منها. وطبعا انا بشكر كل الناس اللي بتخش تشترك في القناه وبتكتب تعليقات وبتعمل لايكات كمان للفيديوهات بتاعتي، بجد بشكركم جدا وبقول لكم كلكم نورتوني بجد، نورتوا القناه، وان شاء الله القناه تكبر بيكم يا رب. هنا بقى انا كنت بفرد كده العجينه بتاعتي، وكان عندي طبعا صلصه بتحطيها كده. طبعا الصلصه دي بتبقى بتشوحي مثلا معلقه توم وبتنزلي عليها بمعلقتين كبار من الصلصه الجاهزه، ومعاها شويه صغيرين من الميه. طبعا بتحطي البهارات بتاعتك، بتحطي مكعب مرق وبتحطي شويه من التوم البودر، ولما بتتقل معاكي خلاص بتطفي عليها. دي الصلصه بتاعت البيتزا. بس انا طبعا هي كانت متواجده عندي فانا استخدمتها على طول. هنا بقى انا خلاص كده حطيت طبعا شويه جبنه موتزاريلا كده فوق الصلصه، ونزلت بقى طبعا بالبصل المتكرمل ده، عايزه اقول لك بيبقى طعمه حلو جدا. هنا بقى انا كنت طبعا مقطعه طماطم وفلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر، ده طبعا اللي كان متوفر عندي. لو مش متوفر عندك مفيش مشكله خالص، ممكن تحطي طماطم وفلفل اخضر بس. انا بعملها كتير جدا بطماطم وفلفل اخضر بس يا جماعه، وبتبقى برضو حلوه جدا. طبعا هنا انا بنزل بقى باللحمه كده زي ما انتم شايفين اهو، بنزل بكميه اللحمه كده وببدا اوزعها كده على الصينيه كلها. عايزه اقولك بقى بجد هتاكلي احلى بيتزا بالطريقه الحلوه دي. شوفي الفيديو للاخر وشوفي الطريقه وجربيها والله هتدعيلي بجد. احلى ما تجيبيها من بره، لان اسعار البيتزات دلوقتي يا جماعه بقت غاليه جدا جدا. انا بنتي راحت تجيب بيتزايه جايباها الصغيره خالص، الميديم، وفي السمول وفي اللارج. عايزه اقول لك ان السمول ب100 جنيه صغيره جدا، والميديم دي ب160، واللارج طبعا معديه ال200 وشويه. فعايزه اقول لك ان اسعار البيتزات بقت غاليه جدا، فانت ممكن تعمليها للبيت وتفرحي ولادك وتوفري كمان. فعايزه اقولك ان الطريقه سهله خالص، مش بتاخد منك وقت خالص. طبعا هنا انا نزلت طبعا بمجموعه الفلفل والطماطم طبعا عليها كده، وانا هنا ما كانش عندي زيتون فكان عندي خيار مخلل، فحطيت عليها الخيار المخلل كده زي ما انت شايفه. وبدات بقى احط طبقه الموتزاريلا طبعا من فوق الوش اهو. دي اخر حاجه بقى خالص كده. طبعا بتكوني مسخنه الفرن، بتكوني طبعا مسخنه الفرن على درجه حراره 180. طبعا قبل ما تدخلي فيها الصينيه بتكوني مسخنه الفرن علشان ما هي ما بتقعدش في الفرن كتير يا جماعه. اهو انا طبعا كنت بتوصى بالموتزاريلا شويه لان انا ولادي بيحبوا الموتزاريلا فيها، فانا بكتر لهم الموتزاريلا شويه، فهتلاقوني متوصيه بالصينيه شويه يعني مكتره فيها الموتزاريلا. طبعا مستنيين بقى، طبعا مستنيه كل اللي يتفرج على الفيديو يجرب الطريقه بتاعه البيتزا دي، وعجينه البيتزا كمان هتعجبك جدا جدا. هنا خلاص كانت طلعت من الفرن اهو. بصي انا كنت بس بقرب لك الكاميرا علشان تشوفي قد ايه هي كانت هشه وجميله وطريه ومستويه كده، وطعمها حلو جدا. طعمها كمان كان حلو جدا والله، احلى من بتاعه المحلات وانضف كمان واوفر. فعايزه اقولك ان بجد اعمليها في البيت هتفرق معاكي كتير وحلوه جدا. طبعا كلنا بنحب البيتزا، مفيش حد ما بيحبش البيتزا لانها طبعا من الاكلات الحلوه الخفيفه. هنا انا كنت بقطعها بقى عشان اطلعها كده اوريها لك، بس كنت بستنيه عليها شويه لانها كانت سخنه جدا لسه طالعه من الفرن، فانا كنت مستنيه عليها شويه اهو. طبعا بنقطعها بقى كده زي ما انت شايفه اهو. هتعجبك جدا جدا، جربي الطريقه دي بجد هتدعيلي هتدعيلي كمان على عجينه البيتزا، وما بتاخدش وقت خالص يا جماعه. بصي هنا بقى انا كنت طلعت لك حته كده من الصينيه، شوفي شكلها وطعمها